رسول الله رسول الله رسول الله. سير الله حرسة سير كترسة. طبقات صخرية متكونة تبارك الله، واحد المنظر رائع. نتمنى يكون اخوتي كيما مرحبا بكم خاوتي في مغامرة جديدة اليوم. كنعيشو معاكم هاد المغامرة، ولكن راه ضربنا جات الطريق باش نوصلو لهنايا. خوتي كنقولو هنايا القضية ساهلة، ولكن راه النيت دازت على بنادم بالمزيان. راه ما شاء الله. ها انتوما راه داكشي النيت. مشى نزلق مشى. سبحان الله. والو هاد الارض ما صالحه لحتى لعبه والو. ايوا سير على الله، سير نكملوا الاجواء. سير نعطوا للدكتور كونوا خايلين الدكتور. حنا ماشيين نكتشفوا، حنا قالوا لنا نمشيو ونشوفوا هاد البلاصه قريه مهجوره. حنا كنشوفوا شوفوا مازال ما لحقناهاش اخاوتي. اسمع كما كتشوفوا معنا بعد معاناة طويلة جدا. شحال ضربنا ديال الطريق وكلها بيستا وغواطيين وما عارفينش. والمهم اش غادي نقول لكم، مرحبا بكم في وسط هذه القرية المهجورة اللي غادي نكتشفوها مع بعضياتنا. انا بدوري اول مرة كنجيها بعد التوصيات. قال لي واحد الصديق ديالي من هنا من وطاط، ديك النهار تلاقيته وبقينا كنهضروا. قال لي راه كاين واحد البلاصه وها كيفاش وها كيفاش على هاد الدوار. وها حنا غادي نشوفوا معاكم وخليكم معنا نقربوا شويه ونكملوا معاكم. وصلنا الان كما كتشوفوا في الدخله كاينه المقبره على اليسار. كما كتشوفوا هذا واش مدرسه ولا شنو او مستوصف. غادي نشوفوا كيفاش داير. والله يرحم هاد الموتى، والله يرحم جميع المسلمين كافة اجمعين يا رب. المهم مازال البناء، مازال كل شيء هنايا. هنا كما كتشوفوا غادي نشوفوا هذا هنايا. هادي مدرسة وهذا مكان. هادي مدرسة كما كتشوفوا. منين هاجروا هاد الناس وبقى هاد الشيء خاوي كما كتشوفوا معنا. وهذه هي القرية. هاد المدرسة ما قديماش بزاف، يعني هاد ما كاملاش تقريبا تكون شي 5 سنين ولا. كنظن كاع من كورونا لهنايا وقيله فاش خو هادشي. المهم ما قديمش بزاف. والديور هنايا هادو ديال التراب باقية زعما صالحة للسكن. كل شيء هو هذاك. ولكن لا طير يطير ولا وحش يسير. أجواء هي هذه كما كتشوفوا. الديور مسدودين بالأقفال. يعني هاد الناس هي ماشي هجرة. مرة تقدر تلقى هاد الناس كيجي كنظن في وقت العطل ولا في الصيف
كيجيو لهنايا. المهم نحاولو نكتشفو معاكم الا لقينا شي دار خاويه ولا تلاقينا بشي واحد هنايا اللي يقدر يورينا شي حاجه هي هذيك. لقينا شي دار خاويه كان بالامكان ندخلو غادي نصور لكم الاجواء. والمهم ها حنا معاكم اخوتي، غادي نحاولوا ندخلوا من هاد الازقه. أزقة صغيرة جدا، وكما كتشوفوا راه مازال فيها الكهرباء والأقفال كما قلت لكم. والله الا هنايا واحد زعما يجي يبات، والله الا اجواء رائعه. خلينا كنقلبوا معاكم كمان نلقاو شي واحد ابن المنطقه اللي نقدروا نتجولوا معاه. الله على المنظر، الله الله. وهذا المسجد مازال تبارك الله قائم. شوفوا الباب مسدود، يا بسم الله، سدين المسجد. هنا الأستاذ ديالنا اللي راه صديق الرحلة سي طه. علاش نجيبو الماء؟ ما غادي نحتاجو لا ماء لا والو مولاي، نجيبو غير العواد. وقيلا من هاد الجهة سبحان الله كاين جامع مسجد، وهاد الجهة مسجد. هنايا راه ماشي نقولو دوار واحد، هنايا جوج دواور. كما كتشوفوا معانا أجواء رائعة جدا، أجواء جميلة جدا. وخا حنا جينا متأخرين اليوم جينا متأخرين. المهم غادي نجلسو معاكم حتى نشوفو الأجواء كيفاش دايرة. ما شاء الله المياه موجودة والكهرباء موجودة تبارك الله، خاص غير بنادم. شي مازال طويل، وغادي نكتشفوا معاكم هنايا شنا حوايج نقدروا ندخلوا لهنايا. بسم الله ما شاء الله. هنا هاد الدار لقيناها محلولة، حنا كنحاولوا نكتشفوا. بسم الله غادي نجبدو كما كتشوفوا مجموعة ديال البيوت ما شاء الله. ها الأجواء اللي بغينا نتعايشوا معانا.
بغيناكم تعيشوا معنا هاد الأجواء. هي ما شاء الله. ما شاء الله. شوفوا لقينا نشد لكم شي زاوية أحسن. لكن كيفاش غادي نديرو؟ ندخلو لهنايا وقبيله من هاد هنا وغادي نهبطو للبروميير ايطاج. الله سرعين هاد الدريجات. الله يلا قالك طلع النحلة شغل هويد الوحلة. هادي الدار الأولى اللي لقيناها محلولة ودخلنا لها. أخوتي الناس على حافة الجبل، هادشي صعاب أخوتي. الله وهالوعر وحنا هنا جالسين في الجامع كما كتشوفوا معانا. ها المسائل ها هي كاملة. الحويجات ديالنا خليناهم هنايا وخلينا نكملوا معاكم الجولة نقش ديال الجامع. نشوفوا هذا الباب من هنا. يا بسم الله. سمحوا لنا خويا هنا ما خدامش هادشي. هنا راها طايحة هادي. هادي معصرة هادي معصرة الزيتون. وهاد الشي مازال الريحة ديالو خوتي شي عاد طايح. وكنظن بالأمطار اللي طاحت مؤخرا. الديور اللي كيبانو مزيانين كتلقاهم مسدودين. كاينين كاع الديور اللي مازال فيهم العداد. تقدر تكون إطلالة من بعض السطح جميلة جدا، ولكن ما ساعدناش لحد باش اننا نلقاو شي واحد اللي من الدوار يقدر يساعدنا. لهذا اخوتي اش غادي نقول لكم، هادشي ما صحش بزاف، ولكن
لنغامر معكم أخوتي وفي يد الله. وهاي الإقلالة من هنا. هذه المياه ما شاء الله. مازال يمكن نقلبو إلا لقينا شي واحد. شوفوا هاد الدار، يا بسم الله، هادي سدينها. هذه هي الدروب. هذه الساحة الثانية. هنا فين دخلنا البيضة.
كما كتشوفوا معانا ما شاء الله. هنايا كنشوفوا حاجة اللي هي جديدة. هنا قربنا يمكن هنا كيسكن شي واحد، أنا بان لنا الحوايج هنايا. واش غادي نقول، الحوايج وكاين البارابول، يعني ضروري كاين مع السياسة. وعلاش يمكن كاع الناس غادي يكونوا هاجروا من هنايا، لأن صافي الفلاحة كما كنلاحظوا تحت في الجنانات من ديك الجهة كلشي يبس، كلشي يابس. هذا المكان حنا مازالين كندورو كما تلقاو. هذا الماء الشرب. وهذه هي بني حيون أو آيت حيون. كما شفتوا معانا دابا اكتشفنا هاد القبائل اللي مورانا من هاد الجهة. دابا ننطلق الجهة المقابلة، الدوار الثاني المهجور، خصنا نلقاو منين نهبطو. اخو سير هادشي هبطات هنايا راه لا اله الا. شي طريق الطريق اللي كنتبعوه هي الطريق ديال المياه. صافي منين كيدوزو ما غادي ندوزو حنايا. خوتي راه هذا هو الوعر، شتي الوعر هو هذا. المهم غادي الروينة بلاجي. هانتوما خوتي اللي عنده هوية من مرتفعات، غادي نشوفو كي كانوا كيدخلوا لديك الجهة. خليكم معانا. المهم النهار ديال تمارة وما كان غير الجرة، وهذا ما كاين.
واخا اليوم رحنا معطلين ويلي ما عليكش. بس بغير نلقاو شي دخله بعد منين كيدخلوا لهنايا. اي الطريق اللي مشينا ها اي الطريق لقينا منه. ودابا جينا لدار البشير والبشير والدار خوات اخي البشير، البلاد السيكتور كله خوا. ها انت اخي وبقيت غير انت الداخل البشير. ها انت وخوا السيكتور ولا واحد بقى يدور. وكما كتشوفوا معانا أزنقة أنزقة ضيقة جدا. وهذا الزقاق كما نقولوا له الزقاق، هو واحد الطريق صغير ما شاء الله، المياه متواجدة. والو ما لقيناش الدار ديال البشير، غير نقلبوا على البشير والو. ها انت اخويا البشير راه حتى السمانية دايرينها معاه. ها انت ما كان غير التوعرات والتنقاز اخوتي. المهم في اطار المستملحات، اطار شويه الضحك نشوفوا. حنا لحد الساعه مازال ما لقيناش شي واحد اللي رافقنا في هذه الجوله ويعطينا فكره زعما على هاد معلومات، فكره على هاد الناس، كيفاش هاد القريه اللي مازال كنشوفوها تبارك الله زعما مازال الناس يسكنوا فيها. ما كانش مشكل، راه فيها مازال البنايات مازال مزيانه. كاين الماء الشروب الحمد لله، كاين الكهرباء كما قلت لكم، كاين ديور بزاف فيهم العداد. هذا كيدل على ان الناس مازال كتجي لهنا، مازال مقربه من المكان. طرد بلا شي كلب. هذا مكان حنا بغينا زعما ما كرهناش، وكان تلاقينا زعما بشي واحد من ابناء المنطقه اللي نقدروا نتجولوا معاه ويعرف هو يدينا لواحد الاماكن اللي عارفينها اصحاب المنطقه، كيكونوا حافظين تخشات كما كنقولوا. حنا كتجي ما عارفش، ما كتكونش عارف شنو كاين، صافي كيبقى بنادم غير مدرب. يا بسم الله. والو كما قلت لكم خالية، كل شيء خالي الدنيا. يلا بلدي يلا. وبالنسبة لهاد الأعمدة اللي كتشوفوا هذه خاصة بالنحل. هذه قبل ما يديروا الصندوق هنا كانوا كيديروهم هاد الجذوع ديال النخل، كيفرغوهم من الداخل وكيديروا في وسطهم تما كيكون الشبح. وهذا مكان اخوتي. وما تنساوش اللي اخوتي كيعجبوا هذا المحتوى ديالنا ما ينساش اخوتي، ما ينساش يشترك معنا وشي قليب وشي كومونتير كون كنعرفوا باللي هذا الشيء، كنعرفوا هذا الشيء باللي المهم راه ما كيمشيش غير هكاك. هذا مكان اخوتي. ها تبارك الله الحمام. شي واحد مربيهم. هنا راه قربنا لذاك الكلب غير له. وكما قلت لكم اخوتي شويه ديال التشجيع ديالكم باش نبقاو نزيدو في السطاجات، فهمتوا اخوتي. هذا مكان.
وهذا هو الشارع الرئيسي ديال هاد الدوار اللي من هاد الجهة. معنا اليوم وعشتوا معنا هاد التجربه. كنتمنى كاع اللي وصل لهاد المرحله من الفيديو ما ينساش اخوتي التشجيعات ديالكم راه كتهمنا. المهم واخا كانت شويه ديال التماره وشويه ديال التعب وهذا، ولكن الحمد لله الامور دازت بخير وعلى خير، وحنا غير حاولنا نعيشكم معنا هاد المغامره البسيطه. وكما شفتوا هاد البلاصه زعما باقيه ناضيه باش ان الواحد يسكن فيها ولا، ولكن الناس دارت هاد الظروف كما كتشوفوا قدامنا. الجفاف ما خلاش، والناس كتقلب دائما على فرصه باش تعيش احسن. ولهذا الناس مشات كاين اللي مشاو كما قلنا الدار البيضاء في المدن المغربيه خارج المغرب اوروبا. وما تنساوش اخوتي كاع اللي وصل لهاد المرحله من هاد الفيديو، تحياتي للجميع، وان شاء الله فرصه اخرى ان شاء الله وتكون تجربه احسن ان شاء الله بفضل التشجيعات ديالكم والتفاعل ديالكم.